مرحبا حبايبي، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم رح نجرب مع بعض هذا الفاونديشن اللي من لما اشتريته، اللي تقريبا اسبوع اشتريته وعم استنى صور هذا الفيديو. كل يوم اقول خلص بكره رح صوره وما بصح لي. رح نجرب مع بعض هذا الفاونديشن الجديد من لوريال، اسمه لوريال انفاليبل 24 hour fresh wear foundation. طلعت الفاونديشن او الادعاءات اللي بيدعيها الفاونديشن او شو بيساوي هذا الفاونديشن على الانترنت، لحتى لكم شو بيساوي هذا الفاونديشن. هذا الفاونديشن لازم يضاين حتى 24 ساعة، يعني up to 24 hour. لازم يعطي فريش، يعني لازم يكون فريش، وبنفس الوقت لازم يكون لايت ويت، لازم يكون خفيف، وبيخلي بنفس الوقت البشرة تتنفس، يعني ما بيسد المسام. waterproof transfer resistant waterproof، يعني ضد المي، ضد العرق، ضد الانتقال، يعني ما بينتقل. يعني مثلا اذا مثلا عم تلبسي جاكيت مثلا دقر، احيانا بدقر الجاكيت مثلا بوشك بالفاونديشن، فالفاونديشن بصير بيطلع على الجاكيت، هذا لا، هذا ضد انه ينتقل. فيه SPF او فيه واقي شمسي درجة 25، حاطين medium coverage medium to full buildable coverage. حاطين انه تغطيته متوسطة، ولكن فيك تبنيه لتغطية كاملة. ويكون natural finish، النهاية تبعه لازم يكون طبيعي، يعني ما لازم يكون مطفي، ما لازم يكون ما لازم يكون له كتير لمعة قوية، لازم يعطي نهاية طبيعية، يعني يبين كأني بشرتك ولكن أحسن، بدون مسام، بدون حبوب، ويوحد لون البشرة. هذا هو الفاونديشن. قبل ما نبلش بالريفيو حابة أذكركم إذا كنتوا جداد لا تنسوا تحطوا اللايك للفيديو، إذا حبيتوا تضغطوا على الزر الاحمر، وقفت الموجود اسامي، تضغطوا على الزر الاحمر، لا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليوصلكم اشعار بالفيديوهات القادمه. وهلا خلونا نجرب الفاونديشن مع بعض. قبل ما احط الفاونديشن رح استعمل برايمر كالعاده، انا بستعمل دائما برايمر. رح استعمل من تو فيس هانج اوفر بلانشينج فيس برايمر، حتى شوي صغيره منه. رح اكتب لكم تحت بصندوق الوصف او باول كومنت، رح احاول احط اول كومنت يكون انا اكتبه. رح احط لكم كيف كان هذا الفاونديشن مع غير برايمرز كمان، لحتى اشوف كيف رح يكون مع غير برايمرز كمان. اوكي، هلا بعد ما حسيت انه بشرتي مصت كل البرايمر، رح احط الفاونديشن. رح استعمل نص بفرشاي ونص ببيوتي بلندر. رح استعمل هذا القسم بفرشاي وهذا القسم بالبيوتي بلندر او اي اسفنجة رطبة عندكم اياها. انا اخذت اللون 20 ايفري. انا نسيت لكم هذا حاطين انه فيه اوكسجين تكنولوجي، فلازم يكون كتير خفيف. لما كنت عم اقرا عليه على الموقع انتبهت، كنت اقرا الانجريدينتس تبعه او المكونات تبعه، وانتبهت انه فيه كتير دايميثيكون. هذا الشيء بيساعد لحتى يعمل blurry effect، لحتى يعطي blur للبشرة. اخذت رقم 20 ايفري لانه اللون اللي بعده كان فانيلا، كان كتير 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 غامق. بعدين انتبهت انه اونلاين حاطين الوان تانية، ف غلط مني، ان شاء الله بس يكون اللون مظبوط. الباكجينج تبعه كمان حلو، الازاز، العلبة ازاز وبيجي فيها بامب او تحت تكبسي كبس. ليكو قد سائل، اللون كأنه كتير زهر، كتير كتير سائل، ليكو كتير كأنه مي. له ريحة، بس ريحته ما أنا بشعر، ريحته كأنه ريحة برفان، يعني ما شي مزعج. اوكي، فاذا هذا نص الفاونديشن بالفرشاي وهذا النص بلا. تغطيته فعلا متوسطة، كتير 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 خفيف على البشرة، يعني كأني ماني حاطة شيء ابدا، ماني حاسة فيه ابدا ابدا ابدا. لونه ما سيء ابدا، لونه ما سيء، توقعت يكون اسوأ من هيك بصراحة. اوكي، هذا النص بفاونديشن، هذا النص بلا فاونديشن. حسيتها كأنه بشرتي ولكن احلى. فاذا هاي البلا، هذا الفاونديشن راح احطه على القسم الثاني بالفرشاي او بالبيوتي بلندر، سوري. واو
عن جد واو. بس ملاحظين شوي بطرف البيوتي بلندر شوي عاطي لمعة هون، بينما بطرف الفرشاي كان شوي مطفي اكتر. دايما الاسفنجة بحكم انها بتكورت ودايما شوي بتعطي لمعة اكتر للوش من الفرشاي. بس صبايا حاسة مسامي اختفت تماما. ما بعرف اذا هذا الشي بس براسي، بس حاسة انه المسام هون المسامي اختفت. كتير حلو على البشرة، كتير يعني قليل ما اني احب فاونديشن بفرشاي. هذا الفاونديشن بالفرشاي وبالاسفنجة كان طالع بيعقد، بس بحكم انا شوي بشرتي جافة فبميل اني احبه بالاسفنجة اكتر. هذا الشيء كتير طبيعي. تغطيته متوسطة، حطيت كبسة كاملة لهذا الطرف وكبسة كاملة لهذا الطرف. هذا اللوك، هذا وشي بالاسفنجة وهذا الطرف بالفرشاي. شوية صغيرة، شوية قدوسة، يعني شعراية صغيرة بدبق. كتير شي خفيف مثل الكتريس. الكتريس كمان قلت لكم كتير قليل، قلت لكم شوية صغيرة مدبق. انا بكل الاحوال بحب اني اثبته بباودر، بس قبل ما اثبته بباودر رح احاول ارجع ابني التغطية شوي لنشوف اذا رح يوصل لتغطية كاملة او لا. النهاية تبعه عن جد حلوة، نهاية طبيعية، يعني حاسة انه هاي بشرتي، ماني حاسة انه كتير في فاونديشن قاعد فوق البشرة. كتير خفيف. واو، يعني اذا بضل هيك طول النهار يعني ما راح استعمل ولا فاونديشن تاني غيره لفترة اكيد. اوكي، هلا بس في شغله صغيره انا ملاحظه انه شوي صغيره بطرف الفرشايه، شوي صغيره عند الانف، حاسسته شوي تقيل بحكم هدول رح يسلموني اليوم، بحكم عندي هاي المنطقه كتير جافه، فحاسه بطرف الفرشايه كان شوي تقيل هون. طرف الاسفنجه شوي احسن كان. معلش ما يجيني كومنتس على هدول الشعرايتين اللي طالعين من هون. Thank you very much. اوكي صبايا، هلا رح روح خلف الكاميرا كمل مكياج وشي. ثبت الفاونديشن ببودرة، رح استعمل هاي البودرة الحرة من بير مينرالز. صبايا لانه في كتير اشخاص ما بيحبوا يثبتوا الفاونديشن تبعهم، رح جرب الفاونديشن كمان بدون تثبيت، بعت لكم ابديت بصندوق الوصف. حابة يفيدكم بقدر الامكان، ان كان ببرايمر ان كان بالبودرة ان كان بالتثبيت. انا اليوم ما رح ثبت الفاونديشن بسيتنج سبراي او ببخاخ مثبت مثل ما بالعاده دائما بس بحط. اليوم ما رح اثبته، بس رح استعمله انا لحالي وثبته ببخاخ، واكتب لكم كمان كيف بضاين ببخاخ. اوكي صبايا، فاذا هاد الفاونديشن عندي بعد ما حطيت الباودرز نحطه عندي بطريقه كتير حلوه وكتير سلسه، ما علقوا. لما الفاونديشن احيانا بيكون كتير دبق فتحسي الباودر هيك لزق فوقه، لا الباودرز نحطه بطريقه حلوه واندمجوا معي بطريقه كتير سلسه بدون عذاب بدون اي شيء. الفاونديشن قلت تقريبا ساعه على وشي، ما حسنت فورا ارجع اصور لكم. رح نقول هلا الساعه 11:30، رح احاول ارجع لكم بعد كم ساعه، وايضا رح ارجع لكم باخر النهار نشوف الفاونديشن كيف ضاين وكل ملاحظاتي على هذا الفاونديشن. ملاحظة صغيرة، الفاونديشن ما نزل بخطوط الضحك، هي أكبر نقطة عندي، لأنه هون في كتير فاونديشنز بيحبوا هون ينزلوا بهالخطين. نزل شوي صغيرة بهذا الخط اللي بيشبيني، بس كتير عادي، كل الفاونديشنز بيحبوا ينزلوا بهذا الخط. هلا الفاونديشن عندي كان تحفة. برجع لكم بعد شوي ونعطي انطباعنا الأول. هاي جايز، هلا صارت الساعة 5:18، 5:18 يعني الى الفاونديشن من 11:30 على وجهي، يعني صار له 6 ساعات الا 10 دقايق. هيك بدي اجيكم قبل بس ما عزمت. المهم الفاونديشن صبايا جنن. اوكي، الي ملاحظة صغيرة بس على جبيني، بحكم بشرتي كتير جافة، حسيت شوي جفف لي بشرتي، يعني حسيت انه هون منطقة الجبين عندي حاسسها بلشت شوي صغيرة تقشر. كتير صبايا بيقولوا انت عندك بشرة جافة فتستحسني تستعملي اي منتج بدك اياه واي كريم اساس بدك اياه. لا، لانه في كتير فاونديشنز ببلشوا بيقشروا وبتحسي حالك مثل التمساح فبيطلع كتير بشع.
المهم البشرة عندي شوي حسيتها هون، بس بحسن بتفاداها باني رطب بشرتي شوي صغيرة اكتر المرة القادمة. يعني لازم كنت استعمل كريم مرطب قبله شوي يكون قوي. وعندي هون على الدقن ما كمان حسسته شوي صغير بلش يروح، وكمان بلش يطلع يقشر بس. شوي صغيرة هون، يعني عند هون الأنف وهي المنطقة، وشوي عند بأطراف الجبين. بس البرونزر بقيان، الهايلايت بقيان. ولا تنسوا انه قلت شوية صغيرة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، قلي 6 ساعات. 6 ساعات صبا، يعني منه وقت قليل. ملاحظين كل مكياج وشي بقي مثل ما هو، شوية صغيرة أخف، ولكن نقصها موجود. برأيي فاونديشن عن جد كتير حلو، كتير توب. واحلى شي فيه انه ما بتحسي حاطه شي على وشك، او ما بتحسي انك حاطه فاونديشن على وشك. كان في شغله بدي اقولكم اياها، انه انا لما بنيت التغطيه كنت ابنيها لتغطيه كامله. يعني في فاونديشنز تغطيتهم اقوى من هيك بمليون مره. فيني اقول انه تغطيته خفيفة لمتوسطة حسب ما انت بتحطيه، حسب الطريقة اللي انت بتحطي فيها. عادة ذلك كتير مبسوطة فيه. هلا رح احاول اروح بعد 3 ساعات وارجع لكم بحيث يكون عندي 9 ساعات او 8 ساعات على القليلة، وارجع لكم لنعطي الرأي النهائي بهذا الفاونديشن. بشوفكم بعد شوي. ادمان هالاغنية، عن جد ادمان. Hey guys، كنت عارفة قديش الساعة هلا؟ الساعة 9:38. يعني صار له الفاونديشن تقريبا 9 ساعات وربع. انه كنت رايحة انام، انه رايحة صواني غسل وشي وبدي اشرح بيجامتي وهيك. ف جوزي ذكرني قال لي انه وكان قلتي لي انه بدك تخلصي تصوير. المهم صبايا، الفاونديشن اول شي نسيت لكم هاي النقطة بالبداية، انه الفاونديشن ما تفاعل، ما تأكسد لما حطيته، ضل لونه مثل ما هو. هاي الفكرة. بس انا هذا اللون شوي بالعلبة ما مبين، بس لما حطيته اول ما حطيته على ايدي انتبهت انه على زهر. بس للصبايا اللي عندهم اللي بيستعملوا الفاونديشن اللي مايل على الاصفر، ما تاخدوا هذا الرقم 20، لانه هذا ايفري، كان في روز ايفري، فتوقعت انه روز ايفري رح يكون هو اللي فيه زهر، وهذا رح يكون مايل شوي على اصفر. بس لا، هذا كمان كان مايل على زهر، فلازم اخذ لون تاني. رح اشتري لون تاني لانه الفاونديشن فعلا 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 بيعقد. يعني قايلين انه خفيف على البشرة، فعلا فعلا جدا خفيف على البشرة. قالوا انه بيضاين لفترة طويلة، فعلا بيضاين لفترة طويلة. هلا انا بس المشكلة الوحيدة اللي عندي بشرتي الجافة. بتوقع اذا عندك بشرة دهنية كتير رح تحبي هالفاونديشن، لانه بالنسبة لي انا على جفاف بشرتي حسيت انه الفاونديشن عم يعلق على الأجزاء من البشرة اللي بتكون البشرة فيها كتير جافة. وبتحس الفاونديشن بلش يقشر، بيصير هيك بيعلق على الباتشز اللي بتكون ناشفة. عندي هون بهاي المنطقة حوالي الأنف وهون كانوا شوي بشعين. بقية الأجزاء من وشي طالعة فعلا متجنن. لسه شايفين الهايلايت، لسه شايفين البرونزر، لسه شايفين البلاش، كل شي على وشي بقى. أنا قلت لكم نقطة تانية، لما قالين انه واتر بروف حسيته انه مزبوط، لأنه حمامت بنتي وهيك وطرشت علي مي، فانه الفاونديشن ما راح. وبنفس الوقت كانوا قايلين انه ترانسفير بروف، يعني ما بينتقل. كمان حسيته كمان مزبوط، لانه بنتي بتحب كتير تلعب في وشي، واشتغلت شوي قبل شوي على الكمبيوتر، فطول الوقت انه كنت قاعدة هيك ف انه شوية صغيرة راح من هون. بس على الخد على هذا اسا بقي، يعني اسا كان بقيان. هلا اوكي ما بقي بقوة اول ما تحطيه. هذا شو ما تعلقوا على شعري اليوم بليز. هلا ما بقي طبعا مثل ما اول ما تحطيه، ولكن لسه ضل موجود. هي الفكرة. مع ما نزل هون بعد 9 ساعات ليكو
اللي حضر فيديو فاونديشن كاتريز بيلاحظ مثل العادة كيف نزل هون، ولكن طلعوا هاد لا. مثل ما ملاحظين هون عند الأنف راح، عند الحنك شوي صغيرة راح، هيك هون كيف ناشف. عند الأنف طرف شوي هون ناشف، نفس الشي هون. يعني هيدا القسم ممتاز عن جد ممتاز. ليكو الخطوط هون ما نزلوا. عند الجبين لك هون الخطين طلعوا، وايضا معلم بهذا الخط اللي هون بس. حسيته بشكل عام مناسب لجميع انواع البشرة، اللي عندها مثلا كتير حبوب على وشها، اللي عندها كتير مسامات، اللي عندها كتير مشاكل بشرة وحب شباب وهالقصص. ما بتوقع اني رح تحب الفاونديشن، لانه تخطيطه منا كاملة، تخطيطه متوسطة، بقول انه متوسطة. كانطباع اول حسيته كتير حلو. مثل ما قلت لكم رح اعمل لكم ابديت او رح اعمل لكم تحديث، رح اخبركم كيف بلا باودر، كيف مع سيتنج سبراي، وكيف مع غير برايمرز مثل ما قلت لكم من قبل. انتبهوا انكم تطلعوا بصندوق الوصف تحت او باول كومنت رح شوف وين رح احط لكم اياه. بحس هذا الفاونديشن رح يكون حلو للصبايا اللي جديد عم يبلشوا كمان بالميك اب، لانه كتير forgiving، يعني كتير متسامح، يعني ما بده كتير معلمية بطريقة حططانه، فلهيك كتير حبيته كمان. بس في ملاحظة صغيرة، بسبب انه water proof و sweat proof و transfer proof وكل القصص proof انتبهوا انكم تغسلوه منيح. مثل اي water proof ميك اب لما بدكم تغسلوه شوي بعمق اكتر. مثل لما تحطي ماسكارا عادية وماسكارا واتر بروف، دايما الماسكارا الواتر بروف بطريقة شيلانها بتكون شوي أصعب. بشكركم كتير على المتابعة، بشكركم كتير على دعمكم ومحبتكم وتشجيعكم. رح نقرب نصير 2000 مشترك ومشتركة، يعني بحياتي ما كنت بتخيل انه في 2000 شخص. 2000 بدي اشكركم كمان كل قلبي. وفي شغلة صغيرة، بدي نتفاعل اكتر على القناة. يعني حاسة التفاعل على القناة بقسم الكومنتس كان شوي خفيف. يعني انا حابة اني ابني علاقة معكم، بحاول رد على كل الكومنتس اللي بتكتبوا لي اياها، عم حاول رد على كل الطلبات اللي عم تحطوا لي اياها، ولكن انا حابة اعرفكم اكتر، حابة اعرف ارائكم، حابة اعرف ارائكم بالفيديوهات وبكل القصص. فاكتبوا لي كومنتس، يعني لما عم اسال سؤال بالفيديو جاوبوني عليه. يعني حابة اني احكي مع اخواتي، انتوا اخواتي، رفقاتي، اصدقائي، فحابة فعلا يكون في تفاعل على القناة. يعني انا عم اعطوني بالمقابل لحتى يكون في هيك تفاعل، حيوية، ويلا. فبس بتمنى لكم نهار كتير سعيد. اكتبوا لي كل طلباتكم بقسم التعليقات تحت، وانتوا اكتبوا لي شو كان رايكم بالفاونديشن، حبيتوه ما حبيتوه، واذا مجربينه او رح تجربوه قولوا لي رايكم. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو اذا حبيتوه، تضغطوا على الزر الاحمر، لا تشتركوا في القناه. بحبكم من كل قلبي، وبشوفكم بالفيديو جاي. باي.